السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بسيطة جدا بس بجد فعلا قد ايه هي لذيذة، وكتير منا قوي بيحبها وانا اولهم. هنعمل مع بعض طبق كشك كده، شغل فاخر من الاخر وبمنتهى السهولة، مش هياخد معاكي اي وقت والنتيجة مضمونة. اول حاجة هرفع حلة على النار وهنزل فيها بمعلقتين من الزبدة. انا هنا مستخدمة زبدة بلدي، ممكن تستبدليهم بسمنة او اي مادة دهنية انت بتستخدميها. وهنزل فيها بصلاية متقطعة، طبعا هنا انا هستخدمها للوش والتزيين. ويا ريت ما تغمقهاش قوي او تحرقيها او تخليها طريه، تكون طالعه كده ناشفه ومقرمشه علشان تخلي طعم التقليه حلو على الوش. وبعد كده في نفس الحله في نفس الزبده هنزل فيها بالبصليه متقطعه قطع صغيره، ودي اللي هسوي فيها الرز بتاعنا. وهقلبها شويه لحد لما تلاقي البصليه بتاعتنا طريت خالص معاكي، مش عايزينها تكون ناشفه عشان ما تكونش مقرمشه في قلب الرز او ما تكونش باينه. بس اهم حاجه ما تحرقهاش او تغمقيها. واول ما تلاقي خدت اللون الذهبي البسيط دوت وطريت معاكي، انزلي فيها بكوبايه الرز. انا هنا مستخدمه مج صغير جدا من الرز. بعد ما غسلته وصفيته كويس من الميه، ولو عندك كوبايه كبيره او مج كبير خدي نص المج بتاعك. وهقلب الرز شويه مع البصله لحد ما الرز يتشرب من السمنه. وبعد كده هنزل عليها بالشوربه. انا هنا مستخدمه شوربه دسمه قوي، هي شوربه البط بصراحه بتبقى احلى حاجه على الكشك. الكشك بالذات بيحب الشوربه الدسمه. واول الرز بتاعنا ما يبدا يخش على السوا هبدا ازوده باللبن. انا هنا جبت اللبن بتاعي، انا مستخدمه كيلو ربع من اللبن، وحاطه فيه معلقتين من الدقيق وقلبتهم كويس جدا عشان ما يكتروش معاكي. وانزلي بيهم على الشوربه بتاعتك، هتلاقي الرز عندك اصلا شارب الشوربه وكميه الشوربه قليله جدا. وما تزوديش الشوربه تاني، احنا بس بنسوي فيها الرز او بياخد فيها نص تسويه. وبعد كده سواء كامل هيتم في قلب اللبن عشان طعم اللبن. وممكن تستغنى عن الشوربه خالص لو مش حابه وتسويه في اللبن على طول. وبعد كده انا هعزز الطعم طبعا بمعلقه من الكريمه، بس للتعزيز معلقه صغيره جدا لان هي عند الشوربه دسمه، مش محتاجه ان انا ادسهم اكتر من اللازم، بس هعزز النكهه بمعلقه الكريمه. او ممكن تستبدليها بمعلقه من القشطه لو متاح عندك. لو مش متاح استغنى عن الخطوه دي خالص. هي الشوربه بصراحه مع الرز بتدي نكهه حلوه جدا. وهسيبه لما يغلي على النار يوصل للمستوى ده. بصي انت هتقعدي تقلبي فيه كله عشان ما تكتلش معاكي ويتقل لحد ما تحسي ان هو تقل او وصل للشكل اللي انت عايزاه. بتحبي تاكلي بيه السمك بتاعه، عايزاه تقيل قوي عايزاه خفيف شويه، انا بفضل يكون بالطريقه دي وظبطه في الاطباق وهو سخن. ولما يبرد معاكي انزلي بالبصلايه احنا حمرناها زيني بيها الوش، وبالف هنا وشفا من اكلات زمان.